ماشي لازم تكون عندك سنيوه تاع نحاس باش تخدمي ديول. واش رايك في هاد الديول؟ هادو خدمتهم غير في مقله ما تلصقش وبانسو عريض، وهادو مخدومين بسميد 100% غرام تاع فرينه مكاش. شوفوا شحال جاو شابين، شوفي جاو ترونسبارون، جاو رقاق خفاف طريين. واش نقول لكم عليهم؟ فريمون جاو هايلين هايلين هايلين. انا هاد الطريقه خلاص راح نعتمدها، خلاص اللي كنت نديرها من قبل خلاص سي بون. تاع الفرينه خلاص، هذا تاع سميد جاو هايلين. شوفوا الطريقه مع بعض. هنا حطيت واحد 600 غرام تاع دقيق رطب، مغرف صغيره ممسوحه تاع الملح، وبديت هنا نلم بالماء، ماء تاع الحنفيه عادي نورمال تاع الروبيني، وبديت نلم في العجينه كيما شغل راح نخدمو مطلوع ولا كسره ولا. هنا لميت كامل العجينه ديالي. من بعد هنا لازم تكون متماسكه، ما لازمش نجريها او ديبار، لازم تكون متماسكه، وخليتها نص ساعه تريح. بعد ما ريحت لي واحد نص ساعه، بديت هنايا نزيد في الماء غير بالعقل. هنا بديت نطريها، كانت مع الاول شويه قاصحه، دوكا نبدا نطريها بالعقل بشويه تاع الماء، ما نكتروش الماء. هنا راني غير بالعقل كيما راكم تشوفوا، راني نزيد غير بالقطرات بالقطرات، وشغل كلي هذه تعجن. شوفوا راني ندير هذه الطريقه تاع الدبزه، هذه طريقه تقليديه. انا ما حبيتش نخدم هذاك بالاشواق ولا بغا ميكسور، كاين يخدموها بالاشواق، مي انا جي بريفيري نخدم بالطريقه التقليديه باش نغاردي العلك تاع العجينه. هنا هي طرات، خليتها ارتاحت شويه، واحد على ربع ساعه هكاك. من بعد كي ارتاحت حطيتها سور لو بلون دو طرافاي، وبديت نزيد تاني في الماء، وبديت نخبط في ندير في هذه الحركه. ديروا هذه الحركه، نخبط هكا ونكسل في العجينه، نزيد شويه تاع الماء، نخبط ونكسل في العجينه غير بهذه الطريقه هكا، ونخبط سور لو بلون دو طرافاي، ونزيد في الماء ونكسل في العجينه، نجبد فيها هكايا بهذه الطريقه. هذه هي حتى ولات شغل العجينه ولات كي سلايم. شتو السلايم شغل هكاك، القوام تاع السلايم. من بعد زدت خليتها تاني كرتاحت واحد 10 دقائق هكاك. يعني هاد المراحل لازم تكونوا درتوهم من قبل، يعني واحد يديرهم في ليت ساعه باش يقدر يخدم، باسكو تمتم ما تقدروش ديروهم كامل. خليتها ارتاحت شويه. شوفوا حتى تحصلت على هاد القوام هكايا. دوك في هاد المرحله هنا واش درت؟ زدت الماء. هنا دوكا هنا اللي يبدا نجري في لاباط ديالي، هذه المرحله اللي نبدا نجري غير بالماء هكايا، نزيد بشويه، وراني شغل كلي راني نقطع في هذوك السلوكه او الخيوط تاع العجين. شويه هما ما يتنحوش كامل، لازم يكونوا، انا حبيتهم يكونوا لي في الديول، لازم نشوف هذوك شويه تاع الخيوط في الديول، ما لازمش كامل يتقطعوا. فوالا نحرحر هكايا، نحرك كيما صحاب زمان بكري كيفاش كانوا يخدموا البغرير هكاك. فوالا بالماء، ونقطع بشويه بيدي هكا، نقطع بيديا في السلوك هذوك تاع العجين. فوالا هكايا، ونزيد شويه تاع الماء هكا حتى تحصلت على هذا القوام. هنا ستوب، هنا نحبس خلاص. المقله تاعي كانت تسخن على نار قليله، مقله تكون ما تلصقش. جبت البانسو العريض وبديت هنا ندهن في المقله ديالي. هنا لازم ديروا 3 كوش، ولا ما ديروش ان كوش وحده، باسكو ليه تنشف وتتكسر معكم الورقه تاع الديول. هنا ديروا واحد 3 كوش هكاك دهنوا. وتوجو المقله راهي فوق النار، ما راهيش بعيده على النار، ما نحطهاش على النار. كي نكمل ندهن كامل الورقه المقله ديالي باش نحطها على النار، وليه نحي الورقه ما نخليهاش طول بزاف باش ما تتقرقش كما يقولوا، تنشف وتتكسر. فوالا، وتحصل على هذه الورقه هاي طريه ما شاء الله. شوفوا شحال شابه هايله. فوالا، هذه هي الوصفه تاع الديول. تبعوا برك الطريقه ايطاب بار ايطاب، راهي سهله ماهيش واعره، ما تخلعكمش. برك وشتو لازم تريسبكتيو المراحل هادو وتخدموها. اللي حبيتو تخدموها كيما خدمت انا بالطريقه التقليديه تخرج لكم تاني هايله، سينو ديروا الاشوار ولا البغا ميكسر. فوالا، نتمنى انها عجبتكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه اخرى، ونقول لكم سلام.